السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة مع بعض ام علي. ام علي من الحلويات الشرقية الحلوة جدا، وما بتاخدش مكونات كتيرة وما بتاخدش وقت، ومكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. هتقدري تعمليها من كذا حاجة. ممكن تعمليها من الرقاق الناشف، تعمليها من الجلاش، من الملفيه. فاحنا النهارده هنعملها من الرقاق الناشف. فايض معايا من العيد الكبير. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معايا كده الرقاق الناشف بتاعي. هتديه كده ده تدهنيه بشويه زيت او سمنه، وتدخليه الفرن كده يتحمص شويه، علشان لو الخطوه دي ما عملتهاش هيطلع معاكي معجن، انما دي بتديله طعم حلو وبتخليه كمان جميل جدا. ومعايا بقى الطواجن بتاعتي كده المقاس اللي انت تحبيه طبعا. هنا طبعا بعد ما حمصنا الرواق زي ما قلنا وادينا له تحميره كده في الفرن، هنضيفه وهنكسره كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونضيفه في الطاجن بتاعنا. والمكسرات دي بقى طبعا اختياري انت وذوقك زي ما بتحبي. انا هنا ضفت جوز الهند، ممكن تضيفي معاها زبيب، فول سوداني مجروش، المكسرات اللي انت بتفضليها او بتحبيها. ومعايا اللبن، هبتدي انزل عليه بالسكر، طبعا هتحليه حسب الرغبه، ويكون اللبن بتاعي مغلي، وهنزل بيه على الرقاق كده على طول في الطاجن. وهنضيف بقى على الوش القشطه. انا واخده وش اللبن فصلته كده على جنب، هبتدي اضيفه على الوش كده. لو ما عندكيش قشطه اللي هي وش اللبن، ممكن تضربي شويه كريم شانتيه وتضيفيهم على الوش، وهتدخليه الفرن هيديكي نفس النتيجه واحسن كمان. تمام. ضفت هنا كده القشطه بتاعتي. هبتدي بقى ادخلها في الفرن على درجه حراره 200 على الشبكه تحت الشوايه، مش هنفتح الفرن من تحت. هندخل الطاجن بتاعنا كده تحت الشوايه، هيتحمر وياخد وش حلو، وتقدميه بقى بألف هنا. بإذن الله تجربوها تعجبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.